وعندي مشاكل كتير. بنحصل كل يوم. ربنا يطول في عمرك. الفحشاء في بيتها. لا يكاد فيلم من أفلام عادل إمام تخلو من المشاهد الجريئة والقبل والأحضان والمعاشرة، وإن تحدثنا عن جميع أفلامه فلن يسعنا المقام، ولكن سنتحدث عن فيلم شهير له مع نخبة من الفنانين المصريين والذي عرض في 2016، وهو فيلم عمارة يعقوبيان. خد بس ما اقولك قبل ما تشوف الفيديو اعمل لايك الاول، وكمان اشترك بالقناة عشان يوصلك كل جديد. لكن قبل ما تبدأ فيلمنا، لو بتدور على افلام الاكشن والدراما والرعب وكمان العاطفي، يبقى من غير تفكير اشترك بالقناة ويلا نروح لفيلمنا. سنتحدث عن تفاصيل وقصة الفيلم، ولكن اولا سنتحدث عن اسخن واجرأ مشهد فيه مع الفنانة هند صبري، والذي بسببه تم عقد جلسة في مجلس الشعب ووقع عدد من البرلمانيين على عدم عرضه، وهو عندما ظهر عادل إمام وهو مخمور وتبادل القبل مع الفنانة هند صبري حتى ناموا مع بعض. وكانت هند تقول له: كفاية يا باشا أنا تعبت. وقالت هند صبري إن فيلم عمارة يعقوبيان كانت متوترة فيه، فهو له كاريزما وشعرت بالمسؤولية أمامه، خصوصا إنه لم يكن يعرفني أحد وقتها في مصر سوى 5 أفراد. وشعرت أيضا بالتوتر أمام محمود عبد العزيز في فيلم إبراهيم الأبيض. وحددت لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان المصري موعد لمشاهدة الفيلم بناء على الطلب اللي تقدم به عدد من أعضاء مجلس الشعب، مطالبين بحذف مشاهد الشذوذ الجنسي من الفيلم باعتبارها تسيء لسمعة مصر، مؤكدا أنها غير مبررة في حياة الصحفي الشاذ الذي يقوم بدور الممثل خالد الصاوي تحت ذريعة حرمانه من حنان الأب وانتمائه لعائلة مفككة. وتساءل عن مدى أهمية مثل هذه المشاهد التي تخلق ألفة بين المشاهد والرذيلة، كما أنها ستساهم بشكل خطير في تلويث سمعة مصر، خصوصا في عمل فني بحجم العمارة. على حد قوله، الفيلم مأخوذ عن رواية عمارة يعقوبيان للأديب علاء الأسواني، وقصة الفيلم بتقوم على عمارة تسمى عمارة يعقوبيان بوسط القاهرة، بتضم نماذج بشرية، منها عادل إمام ابن الباشا السابق العاطل عن العمل والذي تعلم في باريس وعاد للعمارة ليفتتح مكتب هندسي مخصص لنزواته مع النساء، بيخدمه فانوس أرمانيوس أحمد راتب. وقد كان زكي فيما سبق على علاقة بصاحبة المطعم الإيطالية كريستين يسرى، ثم صار أصدقاء. ويعاني زكي من تسلط أخته دولة إسعاد يونس. كفاية مسخرة وقلة أدب، كفاية نجاسة يا نجس. وبالعمارة الصحفي حاتم رشيد خالد الصاوي المصاب بالشذوذ الجنسي بيتعرف على عسكري أمن مركزي عبد ربه باسم سمرة، بيقنعه بممارسة الرذيلة معاه ويساعده على جلب زوجته ليلى سامي وابنه الصغير من الصعيد، بيمنحهم حجرة بسطوح العمارة. بيموت الولد الصغير ابن عبد ربه، فبيعتقد انه عقاب السماء فيترك الرذيلة وبيعود وزوجته لبلدهم. بينما يتعرف حاتم على عشيق آخر بيطمع فيه فيقتله من أجل سرقته بالعمارة الحاج محمد عزام نور الشريف، واللي بدأ حياته مازح للأحذية، ثم قادته تجارة المخدرات لامتلاك عدة محلات للأحذية بوسط البلد، وتوكيل لسيارات ياباني بيديره ابنه فوزي تامر عبد المنعم. بيتزوج عزام سرا من الأرملة سعاد سمية الخشاب، بيتفق معاها على عدم الإنجاب، ولكنها بتطمع في ثروته فتحمل منه، فلما علم أرسل إليها من يجهدها وطلقها. أما طه الشاذلي محمد إمام ابن البواب طمع في دخول كلية الشرطة، ولكن مهنة أبوه منعته،
فترك خطيبته ساكنة السطوح بثينة هند صبري وانضم لجماعات متطرفة بيقبض عليه وبتنتهك رجولته فبيتحول إلى إرهابي. أما بثينة صاحبة دبلوم التجارة والتي تسعى للإنفاق على أسرتها فيلحقها فانوس بالعمل في المكتب لخدمة زكي. بيستغل ملاك أرمنيوس أحمد بدير صاحب ورشة الملابس بالعمارة جارته بثينة للحصول على توقيع زكي بمشاركة ملاك له في الشقة ليستغل الأوراق بعد موت زكي ويطالبها بأخذ التوقيع أثناء تناول زكي الخمرة وذلك مقابل مبلغ 5000 جنيه. مقاسك. انا ما باخدش هدايا من حد. بمناسبة ايه هاخد هدية منك؟ بمناسبة الشغل اللي هيبقى بينا. لكن بثينة تراجعت أمام عطف وحنية زكي عليها فمنحته إياه مقابل المحافظة على عذريتها. هوديكم في داهية. ده اعتداء على حرمة البيوت. حرمة البيوت ولا حرمة المومس اللي قاعدة جنبك؟ مومس؟ ده أشرف منك يا شوارعية سفلة يا بنت الكلب. واستغلت الدولة تلك العلاقة وبلغت البوليس اللي دخل الشقة بمفتاح دولة ليضبط زكي في أحضان بثينة. بيتم قيادتهم لقسم البوليس وبيتزوج زكي من بثينة اللي بتصغره ب40 سنة. الفيلم إنتاج 2006 من بطولة عادل إمام ونور الشريف ويسرى وخالد الصاوي وهند صبري وسمية الخشاب. قصة الفيلم لعلاء الأسواني وإخراج مروان حامد.